السلام عليكم. اليوم غنشوفوا أسرع وأفضل طريقة باش نخدمو ب N8N عندكم في البيسي باستعمال دوكر. هاد الشرح غنطبقوه على نظام أوبونتو، ولكن راه نفس الخطوات تقدروا ديروها في الويندوز إلا كنتو خدامين ب WSL. N8N هو أقوى أداة حاليا للأوتوميشن. أول حاجة غنبداو بها هي نحدثو النظام باش كلشي يكون واجد. غنديرو الأمر المعروف sudo apt update. هذه خطوة ضرورية باش نتفاداو أي مشكل في التثبيت من بعد. دابا غنثبتو الدوكر باستعمال هذا الأمر install docker.io. من موراها غنعطيو لراسنا الصلاحية باش نخدمو بالدوكر بلا ما نحتاجو نكتبو sudo كل مرة. هادشي غيهنينا بزاف في الخدمة. وما تنساو تعطيو الصلاحية حتى المجلد ديال الداتا باش N8N يقدر يكتب فيه المعلومات ديالو. دابا جا الوقت نطلقو N8N. غنخدمو بهاد الامر اللي كيفتح لينا البورت على اللوكال هوست. من الاحسن يكون في اللوكال هوست. كيف كتشوفوا غنديرو دوكر بي اس باش نتاكدوا بلي الكونتينر خدام ناضي، ومن بعد غنشوفو اللوغز باش ناخدو الرابط ديالنا. ها هو الرابط واجد. غنكوبيوه ونفتحوه في المتصفح. اول حاجه غطلع لينا هي نكريو حساب، ومن بعد غنجاوبو على هاد الأسئلة البسيطة ديال الاستطلاع اللي كيديرها N8N باش يعرف نوع الخدمة اللي غنديرو. ومبروك عليكم، ها هو N8N واجد وخدام عندكم في البيسي. دابا راكم مستعدين تبداو تصاوبوا اول ورك فلو ديالكم. الى عجبكم الشرح ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب، وفي الفيديو جاي غنبداو الخدمة المعقولة.